تخيل تكون في بلد غريبة لوحدك، والوقت متأخر جدا وفي مكان مقطوع، وفجأة تلاقي نفسك قدام أغرب وأجمل وفي نفس الوقت أرعب حاجة ممكن تشوفها في حياتك. قبل ما نبدأ اعمل لايك واشتراك في القناة، حط سماعاتك وركز معايا علشان هنبدأ الحكاية. اليوم ده كان طويل جدا. صاحبنا خلص الشغل متأخر غير العادة. الساعة كانت عدت 2 بعد نص الليل. الشارع كان فاضي، مفيش عربيات، مفيش ناس، حتى الكلاب اللي في العادي بتكون في الشارع ما كانتش موجودة. وقف عند محطة الأتوبيس وهو عارف إن مفيش أتوبيسات بتعدي في الوقت ده خالص. فكر يمشي على رجله لحد البيت، بس المسافة كانت بعيدة والطريق كان ضلمة. فجأة لقى بنت واقفة على بعد خطوات منه، لابسة ساري هندي لونه أحمر وشعرها أسود طويل، وكانت جميلة بشكل يخليك تتمسمر مكانك. مش جمال عادي، جمال فيه حاجة غلط. وشها صافي، ملامحها حادة، وعينيها واسعة. نسي التعب ونسي الخوف، نسي حتى انه في طريق مقطوع. فضل باصص لها وكأنه مسحور. هي كانت واقفة ساكتة، مبتسمة ابتسامة خفيفة، وبتبصله بطريقة جريئة، طريقة خلت قلبه يدق بسرعة. مش من الخوف، لأ، إعجاب، فضول، رغبة إنه يقرب. ولما قرب قالت بصوت واطي: الأتوبيس جاي. فجأة قربت خطوة منه، كانت ريحتها ريحة حلوة، ريحة ياسمين، وقالت: هيعدي. الكلمة اتقالت بثقة مريبة، كأنها مش بتسأل، كأنها متعودة. قال يحاول يبان انه طبيعي، مفيش اتوبيسات بتعدي من هنا في الوقت المتأخر ده. ما ردتش وبصت ناحية الطريق، وبعدين بصت له تاني وسكتت. ثواني وظهر اتوبيس فعلا. الاتوبيس وقف قدامه، الباب فتح بهدوء. بصت ليه وشاورت له وقالت: مش هتركب؟ حس رجله بتتحرك لوحدها وطلع وراها. اول ما حط رجل جوه الاتوبيس اتخض. الاتوبيس كان فاضي تماما ومفيش سواق، او يمكن هو ما شافش السواق علشان الكابينة كانت ضلمة. قعد في الكرسي اللي ورا وهي قعدت قدامه على طول ولفت وشها ليه. الاتوبيس اتحرك بسرعة غريبة وهي لسه بتبص ليه بجمالها اللي خطف عقله. بدأ يتكلم معاها كلام عادي في الأول: انت بتعملي ايه هنا؟ مش خايفة؟ صوتها كان بيدخله في حالة تخدير. كان بيرد عليها وهو تايه في ملامحها. الساري الأحمر كان بيلمع تحت النور وهي بتلعب بخصلة من شعرها. وقال لنفسه: يا بختي، دي أحلى صدفة حصلت لي. وللأسف ما كانش عارف إن القدر مخبيله حاجة عمره ما كان متخيلها. بس فجأة لاحظ حاجة غريبة وهي بتضحك ضحكة ناعمة. بص على خيالها في الشباك اللي جنبه. الدنيا كانت ضلمة بره والليل كان مليل، فالشباك بقى زي المراية. بص ملقاش أي انعكاس للبنت. الكرسي اللي هي قاعدة عليه كان فاضي. قلبه وقف، دمه اتجمد، فرق عينه بسرعة وبص تاني. هي لسه قدامه بتبتسم، بس الابتسامة كانت مختلفة، أوسع شوية بس مش مريحة. قالت: انت أول واحد يلاحظ. بص حواليه والكراسي اللي كانت فاضية بقت فيها ناس. قام من مكانه وراح ناحية السواق وقال: أنا عايز أنزل. بس اتفاجئ إن مفيش سواق والأتوبيس كان ماشي لوحده طول المدة دي. بص للبنت لقاها بتبتسم ابتسامة عريضة قوي، واصلة تقريبا لحد ودنها، والأسنان ما كانتش بشرية، مدببة وسودة. حس ان جسمه تقل وكأن حد مكتفه. صوت الموتور عالي وتحول لصوت صراخات ناس بتتألم. بص ليها تاني، قربت وشها منه. وشها بدأ يتغير، الجلد بقى شاحب وبيتشقق، وعيونها بتنور بنور أصفر مرعب.
ريحة الياسمين اختفت وقالت بصوت خشن: انت وقفت تركب، خلاص المحطة الجاية بتاعتنا. الأتوبيس وقف فجأة، النور طفى، الدنيا بقت ضلمة. سمع صوت أنفاسها جنبه، وسامع صوت تكتكة ضوافرها على الحديد. ولع كشاف الموبايل وإيده بتترعش، وجه النور على الكرسي الفاضي، مفيش حد، البنت مش موجودة. رفع عينه وبص حواليه واكتشف الكارثة. الأتوبيس كان خردة، شكله محروق من سنين، مفيش شبابيك، مفيش كراسي سليمة، العنكبوت مالي المكان. وهو قاعد وسط الأتوبيس المحروق حاول يقوم لكن ما قدرش، جسمه كان تقيل. نور الموبايل ضعف، وفي آخر ثانية قبل ما يفصل شاف الركاب مش قاعدين، دول متعلقين. البنت ظهرت تاني واقفة في الممر، مش جميلة زي الأول، ملامحها باهتة وعينيها فاضية، وقالت بهدوء مرعب: كلهم ركبوا زيك. أنا هستمتع بيك طول الليل. وبدأت تعد: 1، اختفى صوته، بقه مفتوح ومش قادر يتكلم. 2، السمع راح، الدنيا سكتت. 3، القلب، كل حاجة بقت سودة. وبعد فترة فتح عينه، لقى شخص مرعوب وقاعد في اتوبيس قديم، وده الاتوبيس اللي كان فيه، والبنت هي نفس البنت واقفة قدامه. بص حواليه وفهم هو بقى واحد من اللي متعلقين، والشخص اللي قدامه كان ضحية جديدة.